تعالوا النهاردة أخدكم معايا جولة سريعة من جوه منطقة شقة تعبان اللي بيعتبر السوق الأكبر والأشهر للرخام في مصر، ونشوف إزاي بنجيب الرخام وإيه أنواعه وإيه الحاجات اللي ناخد بالنا منها. أول حاجة ده شكل الجبل من جوه، وهو عبارة عن منطقة كبيرة وكل المحاجر ومعارض الرخام وورش التقطيع موجودة هنا. زي ما احنا عارفين إن الرخام هو مادة طبيعية بتيجي من الجبل وبعد كده بتتقطع لطاولات بأحجام ومقاسات مختلفة، وبعد كده تتحط ورا بعض بنفس ترقيم التقطيع عشان تجميع العلوم مع بعض، وبرضه عشان تجميع الاوبن بوك. زي ما احنا شايفين كده الرخام له اشكال كتير ومسميات كتير جدا، وبتفرق عن بعضها في الشكل والمسميه ومعامل الاحتكاك بتاعها. واللي بيميز الرخام دايما غير انه خامه طبيعيه انك تقدر تجليه في اي وقت ويرجع كانه لسه متفك. وبيكون الرخام معروض بشكلين، يا اما غشيم يا اما متلمع. المتلمع بيبقى اغلى حاجه بسيطه، بس ميزته انك تقدر تشوف العروق بعينيك قبل التركيب. وفي الحالتين سواء غشيم او متلمع هتجليه تاني في الموقع بمراحله المختلفه. موضوع رفع المقاسات في الرخام في الموقع بيختلف اختلاف كلي عن رفع مقاسات البورسلين او السيراميك. بمعنى لو في بيت بنرفع المساحه الكليه بتاعه البيت ونزود نسبه الهالك فبيغطي معانا المساحه، انما الوضع في الرخام مختلف. بيتم اولا عمل رسمه الرخام على تصميم ال2 دي، وبنشوف اماكن القنوات ونبدا نشوف قطعياتنا مناسبه. بناء عليه بنختار الطاوله المناسبه بالمقاسات المناسبه، وبنبتدي نشتري الخامه ونتاكد من نسبه الهاتف طبق القطعيات، مش بتبقى عشوائي. ناخد بالنا من حاجه مهمه، ممكن يكون وش الطاوله حلو جدا ولكن الخامه بعدها منها فيه مشاكل وبتسمى دمار، زي اللي حضراتكم شايفينها دي. ودي لازم نستبعدها، هي ممكن تتعالج ولكن ليه احط نفسي في وضع شك وانا لسه في بدايه الاختيار. ناخد بالنا من حاجه مهمه محدش هيقولها لك، ان الطاوله لو مثلا 73 في متر 50 مش بنشتريها بالمقاس ده، بيتم تخصيم 2 سم من جميع النواحي وبتصبح 366 في متر 46. ممكن تشوف السنتيات دي حاجه صغيره، ولكن مع الكميه اللي هتاخدها هتعمل معاك فرق سعر انت مش متخيله. بعد كده بتاخد الرخام على الورش وبيتم تقطيعه حسب التصميم اللي انت عامله، وعلى حسب القطعيات المناسبه اللي انت اخترت الطاوله على اساسها. بيتقطع الرخام زي ما انتم شايفين بمنشار اوتوماتيك. بتحط الطاوله على ارتفاع معين وتدخل المقاسات على الكمبيوتر وبتتقطع اوتوماتيك من دون تدخل الصنايعي. اما ده منشار مانوال لو دراع عامل الورشه بيقطع مانوال بالمقاسات اللي احنا عايزينها. وفي طرق تقطيع تانية لعمل الاشكال زي الووتر جيت اللي بيحدد ازاي احنا بنقطع على حسب رسوماتنا والتصميم الموجود في المنطقه اللي هنغطيها، سواء ارضيات او حوائط او شكل ديكوري. ثم بعد التقطيع يتم التوريد للموقع، وهنعمل لكم فيديو تاني نشرح فيه مراحل التوريد والتركيب والجلد. أتمنى الفيديو يكون فاتكم.